ازاي تعرفي ان طفلك عنده نقص فيتامينات؟ لو لقيتي طفلك مش قادر يركز او عنده قلق بشكل مستمر، يبقى احتمال كبير عنده نقص فيتامين B12. وفي الوقت ده لازم تأكليه بيض، سمك، منتجات الألبان والحليب، اللحم البقري، اللوز والأفوكادو. ولو لقيتي طفلك عنده تقرحات في الفم أو جفاف وتشقق في الجلد، يبقى عنده نقص في فيتامين أ. وفي الوقت ده أكليه جزر، سبانخ، بطاطا، الكرنب الأخضر، قرع العسل والبروكلي. ولو لقيتي الطفل عنده نزيف في اللثة أو عدم التئام الجروح بسرعة أو عنده نزلات برد متكررة، يبقى عنده نقص في فيتامين ج. وفي الوقت ده ممكن تأكليه برقوق أو جوافة أو فراولة أو طماطم أو بقدونس أو ليمون أو برتقان. ولو لقيتي الطفل بيتساقط شعره أو عنده كساح، يبقى عنده نقص في فيتامين د. وفي الحالة دي ممكن تأكليه سلمون أو ماكريل أو تونة، مشروم، حليب كامل الدسم أو بيض، عصير البرتقال أو الزبادي. ودي أهم العلامات لنقص الفيتامينات اللازمة لطفلك، مع الأطعمة اللي ممكن تعوض النقص ده. لكن كل ده ما يمنعش إننا نحلل الطفل ونسأل الطبيب المختص.